نيجي بقى للجون الاول اللي بجد يشكر عليه قوي 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 عدي الدباغ، والمجهود اللي بذله في الجون ده يا جماعة مش طبيعي. فكرة ان الكورة تتلعب له وحش بس ما يقفش مثلا يشوح لزميله، او اللي هو يعمل له كده ويقف مكانه او كده، لا، فكرة ان هو لا، الكرة مش بتاعتي بس هروح وقاتل عليها. ودي ما كانتش مرة مثلا والسلام، لا، ده هو كل مرة بيعمل كده. لعيب بجد بيعجبني قوي قوي في الملعب، انه دايما على كل كورة لازم يروح يقاتل عليها وكده، ومش لعيب بيستسلم بسهولة في الملعب. راح وحاول عليها وخدها، وبعد كده لما حتى راحت لناصر ماهر واداها لادم كايد برؤية ممتازة، بيوصل الكورة لناصر ماهر اللي بيفوتها برضه عدي الدباغ عشان يبين لنا انه لعيب فاهم كرة كويس قوي، مش مجرد الكرة جاية انا هاخدها انا وخلاص واطمع فيها. بجد هنا لو كان استلمها كانت الكرة اصلا ماتت، لكن هو احياها بان هو فوتها وطلع فاهم اللعبة ان هي رايحة لحد ناصر ماهر. ناصر ماهر للأسف انا ما بيعجبنيش فيه القرار الاخير، وهنا فعلا قرار ناصر ماهر ما كانش افضل حاجة. حسيته لعبها على المغمض شوية وراحت خبطت ورجعت في الاخر، لولا برضو ان عدي الدباغ لسه في اللعبة ولسه قاري الجيم ولسه برضو مكمل وبيقاتل، هو اللي لمس الكورة وخلاها تدخل وسجل الجون الاول. فشابوه بجد لعدي الدباغ.